موضوع اهم ان احنا محتاجين نتكلم فيه. من امس من بعد اللايف بتاع امس حصلت ردات فعل كثيره على على رؤيتي انا وتعليقات كثيره على حاجات كثيره. حتى مثلا استاذ عثمان مرغني، وفي ناس كثير علقت، وفي ناس الكلام ما عجبه، وده شيء طبيعي. وكان في ردود افعال. انا داير اوضح حاجات محدده في اللايف ده، لانه يعني انا بشوف انه نحن بنكرر في الاخطاء، ودي واحده من الاشكاليات الاساسيه اللي نحن عملناها وبنعمل فيها، ولو واصلنا بنعمل فيها ما هنمشي لقدام. عشان اكون واضح، يعني دي وجهه نظري انا وممكن اكون خطا. اكثر حاجه كانت مشكله كبيره جدا في ثوره ديسمبر، انه كان بيتم اسكات كل الاصوات المنتقده او اللي عندها راي في الحاصل، وكان بيخونوا الناس بكلمه دكوس او ده مندس. وكانه نحن كناس دايرين نغير، كلنا مفروض نكون راينا واحد، ومفروض نبصب بالعشره ونمشي قول الحريه والتغيير تمثلني، واسي نمشي كلنا صمود تمثلني. دي واحد. الحاجه الثانيه، احنا دائما لما يطلع صوت مخالف بنشخصن الحاجات مع الفرد. يعني استاذ عثمان مرغني بيطلع يقول كلام، الناس ما بتنتقد كلامه، بتتكلم في عثمان مرغني وبتسيء له بغض النظر عن انت رايك شنو في عثمان مرغني. قال كلام، انت عايز تكون زول موضوعي، ناقش نقاطه، فالندى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وامشي قدام. اتفقت اختلفت، اتفقت معاه في نقاط، قول أنا بتفق معاه في واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. بختلف معاه في نقاط، بختلف معاه في واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. بتفق عشان واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وبختلف عشان واحد اثنين ثلاثة خمسة. عشان نحن ذاته كناس متابعين نفهم انت بتفكر كيف، وانت وجهة نظرك شنو، نتقارب ونتباعد بناء على وجهات النظر، ما بناء على على الشخص. انا ليه انا بقول الكلام ده؟ لانه حتى لو كان انت عندك راي شخصي في عثمان مرغني وطريقه تعاطيه، وانه زول محسوب على الكيزان، او هو زول كوز، او هو مع العساكر، انت داير تبني وطن، وعثمان المرغني ده هيكون جزء من الوطن، فما تعمل معه شخصيا. انت مشكلتك معه ما شخصيه، انت ما معرس اخته ولا هو مناسبك، انت مشكلتك معه مشكله بتاعت رؤى وافكار. طرح فكره انتقدها بالاسلوب اللي بريحك. ويا عثمان مرغني ده في البرنامج ده انتقدناه مليون مره، ولما قال كلام كويس بنقول ده كويس، وجهه نظر. ما هو في النهايه هو عنده وجهه نظره، ما بالضروره تكون صح ولا غلط. فالشخص مع الحاجات برضو الفكره بتاعت انه يعني انت بقيت مغرور وعامل فيها انت الحافظه وانت السياسي الوحيد وكده، ما خلاص معناتها نسكت ما نتكلم. بس ده اللي انت طالبه طبعا، انه لا انت زول مثلا طلعت معناتها بس هي تكون عباره عن بتصفق كورال للسياسيين للكلام اللي بيقولوه، يا اما انت داير الناس. انا ما اعرف الكاميرا قاعد تقطع، ما اعرف الحاصل شنو. انا عندي لنا مشكله في الكاميرا. طيب انا احاول اصلح المشكله بتاعت الكاميرا. بس في نيمان. طيب فالفكره انه الناس ما تشخصن مع الزول، وانت خلافك مع الزول ما خلاف شخصي. طيب انا بالنسبه لي داير اعيد نقاط تانية احتمال المره اللي فاتت ما شرحتها كويس. طيب انا هضطر اشتغل بالكاميرا بتاعت الجهاز. طيب الحاجه اللي انا داير اقولها انه
انه انا داير يعني اتكلم عن اسمه شنو، عن نقاط انا ما وضحتها امس كويس، وعايز بس اقول للناس انا شخصيا ما عندي مشكله. شوفوا، ما انا طالع للراي العام، انا فاهم انه ودي واحده من الحاجات اللي انا كنت دائما بقول انه واحده من اشكاليات العمل العام في السودان انه توكسيك سام، وانه الناس لو اختلفت معاك في الراي آه، بتخونك وبتشيطنك وبيدوك مثلا انه مثلا يقول لك يا اخي انت عامل فيها فاهم، انت بقيت مفتري، انت بقيت بتتعالى على الناس، وما المفروض يكون عندك وجهه نظر. الحاجه الثانيه انه انت ما تبقى استاذ وشايل قلم احمر وبتصحح للناس برضو. ودي كلها نفس العقليه، والكلام ده انا قلته قبل في بوست. يعني انا بشوف انه يا هدي العقليه بتاعت البلابسه ذاتها بس بطريقه مختلفه، عقليه البلابسه ذاتها بطريقه مختلفه. نفس النقاش بتاع الحرب، لازم تجي في الحرب بما بتنتهي هتوقفوها كيف؟ ورينا انت رؤيتك في ايقاف الحرب شنو؟ هسه لما تيجي تنتقد رؤيه الصمود يقول لك انت رؤيتك وينها؟ جواب بس بسيط. انا اقول لك حاجه واحده من اشكاليات العمل السياسي في السودان انه اي زول عنده رؤيه بيجي بيطلعوا داير الناس تجيبه. الكلام ده قاله عبد الواحد بالمناسبه في اللقاء اللي انا عملته معه. دي من اجسام، خليك انت لما يكون عندك انت 40 مليون سوداني اي واحد فيهم جا طلع رؤيه سياسيه وقعد قال يا زول دي رؤيتي، يا تجوني يا بطلناها. ما طيب انت هتمشي سياسه كيف يعني؟ ما هي الفكره انه في رؤيه طرحت وقالوا دايرين راي الناس فيها، وقالوا دايرين يطرحوها للعام. يعني الرؤيه دي ما خاصه احنا مشينا سرقناها من ايميل بتاع زول، دي رؤيه اطرحت لنا كلنا ودايرين راينا فيها، احنا قلنا راينا. فبالتالي يا تقبل راينا ناقشه بموضوعيه. يا اخي والله العظيم عزام ده عنده مشكله في ادراج استكمال ثوره ديسمبر المجيده. انا طرحت لك دفوعات، ناقش دفوعاتي دي وانا عندي كلام واضح. وطبعا انا هبداها بالحته دي لانه انا دار اوضح. انا عندي مشكله، يعني في ناس قال لي يا اخي انت عندك مشكله مع الثوره. انا ما عندي مشكله مع الثوره، انا عندي مشكله مع فهم الناس للثوره واستغلال الناس للثوره كقميص عثمان. الثوره دي شعارات يعني نحن ذاته ما بنختلف، يعني بيجينا بنختلف حتى في شعارات الثوره، ياتوا الشعار الاساسي وياتوا الشعار الما اساسي. من شعارات الثوره قحات باع الدم، ما ده شعار بتاع ثوره. في ناس بيعتبروه شعار من شعارات الثوره. في وقتها يقول لك يا اخي شعارات الثوره حريه سلام وعداله، اللي هي مسروقه اصلا من الثوره الفرنسيه، حريه اخاء وعداله. لكن شنو؟ ما في مشكله، انت اتفقنا ان احنا على حريه سلام وعداله. الاهداف بتاعتك انت ايقاف الحرب في السودان واحلال السلام الشامل عامل مستدام. السلام يتعمل، بناء الدوله السودانيه على اسس جديده عادله ومنصفه لجميع ابناء وبنات السودان. العداله. الحريه انه الدوله تقف على مسافه واحده من الاديان وانه ما تعامل الناس بناء على اديانهم. العداله تحقق. طيب ثاني ذاكر الثوره ليه؟ ما انت عندي ضمنت الاهداف بتاعتها في الرؤيه بتاعتك. ليه انت بيرسي النقطه نمره 4 استكمال ثوره ديسمبر المجيده ليه دار تدخلها؟ انا اوريك، انا شايفه كيف، وخليهم هم يطلعوا برؤيه مختلفه. انا شايفه انه دي فيها انه انا كحريه وتغيير، انا صمود، انا كنت قائد الثوره، فبالتالي الاستكمال ده بعمله انا. زي ما قال عبد الواحد، انت طرحت الرؤيه بتاعتك، انت عايز الناس تجيك تريلات معاك. انا لو زول كنت برا انه الثوره دي قامت ضدي ما بجيك. انت قلت عايز تبني دوله. يا جماعه الدوله دي بتبنى بابنائها. بتحاول تجيب اكبر قطاع ممكن من السودانيين عشان تبني بهم الدوله. الكيزان ديل سودانيين، عثمان مرغني ده سوداني. انت عايز تقصيه يا زعيم قدامك خيار واحد، تشيل تعلقه في المشنقه تعديل، ما عندك خيار ثاني. ما دام قاعد هيعمل لك شوشره وممكن يعمل لك تمرد وهيخليك انت ما مستقر. او تحكمه بالقانون. انت عايز تجيب اكبر ناس ممكن، انت كنت عايز تعيد بناء الدوله السودانيه. الثوره دي انا رايي الشخصي فيها انها مرحله مشت وانتهت. طبعا انا قريت رد استاذ عثمان الدقير، عمر الدقير. طبعا ده النوع من الحاجات اللي احنا دايرينه. رد على عثمان مرغني بمقال موضوعي لا شخصا معه، لا قال له وانت لا ما عارف شنو، انت زول عثمان مرغني وانت بتاع.
رد عليه بموضوعيه، نتفق نختلف مع أرواح عثمان الدقير اللي هو عنده رؤيه مختلفه، ما فيها مشكله، لكن انا بحترم الاسلوب ده في التعامل في العمل العام. يا جماعه، الحديث عن الثوره في ظل بتاع استقطاب حديث استقطابي. وانا برضو المره اللي فاتت قلت انه الثوره دي جابت الحرب. طبعا في ناس برضو انتقدوني قالوا لي يا اخي كيف تقول الكلام ده؟ ما هي اصلا الحرب دي قامت عشان تقطع الموضوع بتاع الثوره اللي كان قايمين به ناس الحريه والتغيير الوقت ذاك والاطاري وكل العمليات دي، قامت الحرب دي. انا فاهمين الوضع شنو. احنا قدامنا خيارين: يا الناس اللي قطعوا الدرب ده يدقوا بالسلاح وتواصل الدرب بتاعك، عمليه بتاعت بناء، نشوف ليه الناس دي شالوا السلاح. هل الناس دي شالوا السلاح لانهم بس كعبين ساعي كده؟ خيار. طيب انت زول الكعب بتعمل ليه شنو؟ انت لو عندك زول مجرم في المجتمع وما يسمع الكلام وبيكسر في القوانين وما داير يخليك تمشي لقدام، في الدوله الحديثه بتودي السجن، بتحسمه بالقوه. طيب بنقول لك شيل احسمه بالقوه، بتقول لي لا لا انا مدني ما بشيل القوه. طيب هدار تعمل شنو؟ فلازم انت تفهم. ده سؤال موجه للناس اللي بتطلع بتنقنق في موضوع الرؤيه. لماذا تم إدراج استكمال ثورة ديسمبر المجيدة والثورات السودانية وصولا لتحقيق غاياتها وأهدافها وترسيخ نظام الحكم المدني الديمقراطي في الرؤية؟ هل لأنه أهداف الثورة ما موجودة في الرؤية دي؟ أنت حاولت بس تجملها كلها، ولا هي أصلا موجودة لكن أنت أدمجت الحتة دي عشان تجي تقول الثورة دي حقتنا نحن، ونحن بعد ذاك احنا اللي هنقود ونحن اللي هنوري منو يعني شنو هدف الثورة وشنو يتحقق وشنو ما يتحقق، عشان بعد ذاك تيجي تقول لي ده قوه انتقال وده قوه ثوره وده ما عارف قوه بتاعت حرب، تيجي تقسم الناس زي ما انت عايز. وده نفس العقليه اللي انا انتقدتها في تقدم. الناس اللي كانوا معانا في الكلب هاوس امشوا ارجعوا في كلب هاوس، ارجعوا اشكالياتي انا مع تقدم، انه تقدم قالت دي قوه ثوره ودي قوه انتقال، اللي هم الناس اللي ما كانوا مع الثوره يوم 11 ابريل. انت فكر فيها بالراحه، ما في داعي الجوطه وعزام داير في شق الصف، وعزام ده اصلا كوز، وعزام ده اصلا ضد الثوره، وعزام ده داير يكسر مجاديفنا. خليك انت من عزام، فكر في الكلام اللي انا قاعد اقوله ده بموضوعيه وبمنطقيه بس. والفكره بتاعت انه اي زول عنده راي معناته كوز، يهود دي العقليه الخربت الثوره، خلت الثوره فيها استقطاب حاد لدرجه انه خونوا القحاطه. وانا قلت الكلام ده في الثورة الفرنسية الأولى، وأنا هعمل عنها حلقة. الثورة الفرنسية الأولى دي نعمل عنها فيديو ننزل في اليوتيوب. وليه فشلت أصلا؟ لأنه كان فيها الكلام الحاصل السيدة أي زول بيفتح خشبته يا زول ده كوز وما أعرف شنو ده بتاعه ناي. يعني الفكرة ما فكرة بتاعت إنه أنت دار تنتصر لذاتك. أنت قلت عايز تبني دولة، أنت شيل الحاجات بتاعت الناس كلها وأمشي. طيب الحاجة الثانية برضو الرؤيه من المؤتمر الوطني، انا كلامي واضح وما هعيده تاني، والناس تفكر فيه. واي زول عنده خيارات اخرى، انا ما في النهايه الكلام ده قلناه للتقدم ما سمعوا الكلام، قلناه في الاطار ما سمعوا الكلام، وهسه بنقول هسه برضه ما يسمعوا الكلام، وهنجي نقول لكم ما قلنا لكم. يا سيف احمد، المشكله ما في استعاده الثوره، هي اصلا الثوره دي قامت على نظام، انت قامت حرب دمرت الدوله، انت بقى ما عندك حاجه اصلا. انت داير داير تعمل شنو؟ هل داير تبني دوله ولا داير تعمل ثوره؟ ارجعوا للمقال بتاع عمر الدقير، شوفوا عرف الثوره بشنو. الكلام اللي انا قلته لك مش حاله بتاعت غضب وحاله بتاعت رفض لنظام قائم. انت داك تستخدم عواطف، وانت اوريدي عندك انقسام وعندك حرب قايمه، داك تستخدم عواطف عشان تجي توقف بها حرب، ما هتقدر. انت في وضع زي ده محتاج حكمه بناء دوله، محتاج خطاب سياسي جامع لا يفرق. انت محتاج
رؤى سياسيه بتجمع اكبر عدد ممكن من الناس عشان انت تقدر تبني بيه الدوله، بس ببساطه يعني. وزي ما انا قلت، اي زول بيشوف انه المشكله في المؤتمر الوطني بس رؤيه قاصره. المؤتمر الوطني ده ما كان قاعد سنه 55، ما كان في حاجه اسمها كيزان اصلا. قامت حرب الجنوب. الحركه الاسلاميه ما كانت موجوده زمن عبود، وقت مشى قال داير يحرق الجنوب كله، ما كانوا موجودين. الحركه الاسلاميه دي ما كانت، يعني كانت من الاحزاب الصغيره جدا. في الستينات لما اقصوا الحزب الشيوعي وادوا لانقلاب نميري. يا جماعه المشكله اكبر. المؤتمر الوطني مشكله، انا معاك. انا بالنسبه لي عقليه الاسلام السياسي كله مشكله، لكن ده الفي. انت ما ممكن تختزل مشاكل بتاعت 70 سنه بس تقول لي المشكله في المؤتمر الوطني. وانا بقول لك الليله دي نفس الكلام اللي انا كنت بقوله للبلابسه اللي كانوا بيقولوا مشكله في الدعم السريع او الجنجويد. يا اخي اعتبر كده ربنا ده نزل ريح صرصر عاتيه اباد عرب دارفور كله، مش الجنجويد، عرب دارفور شت ابادوه. هل مشكله السودان اتحلت؟ يفترض السده ربنا ده نزل شفتها اسمه منه زلزال اباد الكيزان ديل كلهم، ما خلى فيهم طفاي النار، كيزان الجيش على كيزان الدعم السريع. هل تفتكر انت مشكلتك اتحلت؟ هل انت بتشوف عبد الواحد ده كوس؟ هل انت بتشوف الحزب الشيوعي ده كوس؟ هل انت مثلا بتشوف ناس عسكوري وما عارف منو ناس التومهاج ودير كيزان مثلا؟ ما هو الا ربنا يبيدنا كلنا بس يعني. انت لازم تفهم انه في مشكله في العقل السياسي، ونحن محتاجين ندير خطاب سياسي مختلف، محتاجين نفكر في العمليه السياسيه مختلفه، محتاجين نفهم انه الوطن ده ما حق ابو زول. الوطن ده ما حق الكوز عشان يجي يعمل لك مشروع حضاري يغير بيه عقليه الناس ويغير توجهاتهم. الوطن ده ما حق القحات عشان يجي يورونا هم 200 دارين يكملوا اهداف الثوره، والثوره منو هو قوه الثوره ومن هو قوه انتقال، ما حقتك. احنا محتاجين نفكر للوطن. دي الفكره. اي واحد تاني اسي هنا قال لك المشكله في المؤسسه العسكريه، اسي قول حليت الجيش ده كله. هل انت مشكلتك اتحلت؟ هل كانت المؤسسه العسكريه قاعده وقت القحاطه اختلفوا مع حزب الامه واختلفوا مع الحزب الشيوعي السوداني وتفرتقوا الثوره؟ ايوه يا ابراهيم، وناس تريك وناس اردول واسمه منو اللي قاعد يطلع لايفات كل يوم بتاع الشرك ده شيب اضرار. دي لا عساكر، لا كيزان، لا جنجويد، ولا قحاطه. هتتعامل معاهم كيف؟ فالناس انا بشوف انه الرؤيه الاختزاليه دي رؤيه بتاعت عقل كسلان، داير حلول معلبه، داير اطر، بس داير شماعه اللي هو الفكره بتاع شنو الاستاذ قاصدني. الفكره بتاع شنو؟ والله الطياره فاتتني. ما بيقول انه انا جيت متاخر، لا الطياره هي اللي فاتتك. اللي هو الكلام اللي احنا قلناه انه انت لما تمشي تقعد محل النمل تعضيك بيجوا بيقتلوا لك النمله. لانه انت ما غلطان، انت ما مشيت للنمله، هي جاتك وهي الغلطانه عليك. لما تدق راسك بالحيطه يجي ابوك بدق لك الحيطه، لانه الحيطه هي الغلطانه. اي واحد فينا داير يلمي الاشكاليه في الاخر، وما داير يشوف عوجه رقبته. في اشكاليه حقيقيه في قرايتنا للمشهد، والكلام ده لكل الفاعلين في الشارع العام وحتى في الخاص ذاته. في حياتنا الخاصه احنا ذاته كبني ادمين عندنا مشكله، الا من رحم ربي طبعا. فانت محتاج تفهم انه الفكره بتاعت الخطاب الاقصائي في رؤيه سياسيه ل يعني اسي شوف الصراع الايراني الاسرائيلي. في زول اسرائيل شاد الحبل، ترامب راخي الحبل، وستيل لحد الليله دي الناس بتتكلم على انه التفاوض، ان احنا ممكن نتفاوض، لا ما نتفاوض، الباب مفتوح، نتفاوض على شنو. في النهايه هم فاهمين انه العمليه دي حتى الحرب دي نوع من انواع السياسه، وانت محتاج تصل لتفاوض. وحتى لما عملت لك مقارنه بين الاثنين قلت لك انه في النهايه في امريكا وفي اسرائيل وفي ايران في ناس سياسيين، وده موضوع واضح. ايران تركب راسها بتتبلى، موضوع انتهى، ما عندها خيار غير انها تمشي تتفاوض وتحفظ مع وجهها. فانت لازم يعني نحن، انا بالنسبه لي الاشكال الاساسي بتاعتنا الفشل المكرر
لانه نحن وسائلنا المجربه فاشله، وما دايرين نجيب وسائل جديده، وما دايرين نفكر برا الصندوق. انت بتطرح رؤيه لاعاده بناء الوطن، انت محتاج تطرح رؤيه تصالحيه، ما فيها لغه اقصائيه، ولا فيها لغه تمايزيه بتمايز ناس. عشان كده في الاهداف انا كان عندي اعتراض على النقطتين دي، انه يا جماعه استكمال ثوره ديسمبر لغه تمايزيه بتمايز بين الناس. في ناس قوى ثوره، وفي ناس قوى انتقال، وفي ناس بعدها يقول لك دي قوى حرب. بتقسم انت القوى السياسيه ما هيقبلوا لك. وحتى لو انت مثلا الليله دي الشعب قبل، بكره لو لك خيار اخر بيخليك بيمشي. ما دي سياسه. الحاجه الثانيه بتاعت المؤتمر الوطني تاني، انت خدت خيار صفري معاه. خيارك للخيار الصفر ده شنو؟ ما اجبت عليه. ما اجبت عليه. والاجابات اللي انت قلت لي وسائلك اللي انت ماخذها دي، المجتمع الدولي ما هيجيب الا لك الكيزان، الشعب ده ما هيجيب الا لك الكيزان، ما هيجيب الا لك الكيزان، لانه ديل حاملين سلاح. الشعب ده ما هيقدر يطلع مظاهرات، والناس اللي حاملين سلاح بيبلوا يا زول. انت زول حامل سلاح محتاج تتعامل معه بسلاح بس يعني. طيب، برضو واحده من الحاجات الان برضو انا سمعتها، الفكره بتاعت انه الحرب دي ان شاء الله تستمر 100 سنه، نحن ما بنشيل السلاح. طيب انا ما عندي مشكله برضو، دي رؤيتك، لكن بس ما تيجي تقعد تبكي في الكارثه الانسانيه. والكلام ده احنا برضو قلناه في بدايه الحرب. انت ماشي في كارثه انسانيه حاصله، انت محتاج لحلول ناجعه ممكن تكون عمليه. الحل اللي انت بتعمل فيه ده هيستمر 20 30 سنه. زي ما انت قلت لي انا بالعمل السلمي، انا سقطت الانغاز بعد 30 سنه. في ظل الحرب دي انت ممكن توقف الحرب بعد 30 سنه، اللي هو ده اللي انا كنت اتكلم فيه، اللي هو الموضوع بتاع الصومال. الصومال اتلم بعد 35 سنه. انه يجي جيل جديد، 35 سنه دي طبعا جيل. طبعا للناس اللي بتعرف في علم الاجتماع، الجيل هو من 25 ل 30 سنه. يعني يجي جيل جديد، يعني القيادات دي كلها تموت، تجي قيادات جديده، ويجي جيل جديد يخش في الاحزاب دي برؤى جديده، ما بيكون شايل معاهم اسقاطات الماضي والخلافات الشخصيه بتاعت الماضي. يجي برؤيه فريش، ويكون موجوع من الحاصل ده وداير يصل لحلول، بيصلوا لحلول. برضو واحده من الاشكال اللي انا مثلا كنت بتاعت الاسس، انا قلت لك انه برضو ما ممكن انت تكتب في رؤيتك للحلول اللي قدام انه انت هتعوض الناس فرديا. السودان ده فيه 40 مليون بني ادم، 40 مليون بني ادم دول كلهم يتضرروا. في زول فقط ممتلكات ب 20 مليون، ب 100 مليون دولار، وفي زول الحرب دي غنى منها. قول انت عندك مليارات العالم دي كلها، عندك يعني شفت ربنا كده نزل لك 18 جبل بتاع الماس، قال يا اخي للحكومه بتاعت الهنايه دي عشان تحلوا، عشان تعملوا بها تعويض. الياتك في التعويض هتكون شنو؟ يعني الزول هيجي يقول والله انا سرقوا مني عربيه، انا ضربوا بيتي، انا ما عارف سرقوا مني ذهب بكده، انا سرقوا مني قروش بكده. هتقدر تتحقق كيف انه الزول ده ما كذاب وما زول سعي؟ طيب، قول عوضت القرون، الارواح الماتت دي هتعوضها بشنو؟ هتعوضها بشنو؟ هتيجي تخط لي دي يا زول، هي انا ابويا الماده ولا اخويا الماده يا زول، هي زي ما قال لك اسمه منه بتاع حرب البسوس، الزير سالم. قال لك الله العظيم كليب ده لو لميته الدنيا والعالمين ما بتكفيني. هتعمل ليه شنو يعني؟ ده خطاب ما موضوعي ولا منطقي، ببساطه بس ما موضوعي ولا منطقي، ولازم ننتقده، ولازم الحاجه دي تتشال. دي ما المفروض تكون موجوده. برضو الفكره بتاعت عدم الافلات من العقاب دي برضو هتكون لك مشكله كبيره جدا، لانه انت لو انتصر الدعم السريع ما هتقدر تحاسبه على الجرائم بتاعته، لو انتصر الجيش ما هتقدر تحاسبه على الجرائم بتاعته، واذا عملت عمليه سياسيه بتجمعنا الاثنين ما هتقدر تحاسبه. لا هتقدر تحاسب البرهان، ولا هتقدر تحاسب حميتي، ولا هتقدر تحاسب جنود الدعم السريع، ولا هتقدر تحاسب جنود الجيش، ولا هتقدر تحاسب اي زول. برضه ده يا جماعه ربنا ده عرفوه بالعقل ما شافوه بالعين.
والكلام ده والله العظيم انا بقول فيه من 2019 من بعد مجزره القياده يا جماعه. موضوع المشنقه وحق الشهداء ما بنخليه، تخلوه عشان تمشوا لقدام. استاذ الصادق سمر قال لكم بتجيبوا حق ولدي لما تجيبوا الحاجه اللي هو مات عشانها، ما بانك انت تقتل قاتله، لانه انت كده بتفش غبينتك. انت عايز هو الشهيد ده مات ليه؟ مات لاجل بناء دوله. ابني الدوله دي وخلي تاني ما في زول يموت، وقف الدم. لكن لا، انت دار تمشي لا وحق اخواننا ما بنخليه والشهداء ولازم نعلقهم وبتاع. عملت شنو؟ البلد باظت. والسياسيين ما كان عندهم الشجاعه الكافيه يطلعوا يقولوا يا جماعه يا اخي الحاجه دي ما بتحصل، احنا ما بنقدر. نحن عندنا رؤيه، عندنا عداله انتقاليه، عندنا رؤيه للانتقال، ان احنا الحساب الفردي ده ما هنقدر نعمله. انت عندك مساله شخصيه، شايف شفت حميتي ده بيده مسك ذبح ولدك، امشي اشتكي في القانون. بتعرف جندي من جنود الدعم السريع ده قتل لك زول، امشي حاسبه، قدمه قدام المحكمه وتجيب الادله بتاعتك. كان يتحاكم يا زول. الحق العام ده تعفيه وتمشي قدام. لكن لا، شفتها نفس العقليه بتاعت البلابسه، نفس العقليه. ونحن وقتلونا واغتصبونا، هذا تعمل شنو؟ نبلهم خلاص، امشوا باللوم، امشوا عند باللوم. وحق الشهداء وبمنا خليه ورا، هذا تعمل شنو؟ يا زول مش نقى 130 ها جو وروك ال 130 ما بتعرفها ذاك. وبالعقليه دي الحرب ما حتجيف. انت برضه داير تحظر ممارسه النشاط السياسي لحزب المؤتمر الوطني برضه من غير ادوات عندك انت. برضه نفس الكلام اللي انا بقوله. طيب برضه يعني انا في حاجات كثيره ما كانت اتكلمت فيها، لكن شنو برضه انا اتكلمت مثلا. قلت لك انت مثلا داير تتواصل مع القوى السياسيه والمدنيه، قلت لك ده اغراق للعمليه السياسيه. لجان المقاومه والنقابات دي ما اجسام سياسيه، ما تدخلوا في رؤيه سياسيه. يقول لك لا لو نحن دايرين نبني دوله، انا ما عندي مشكله. انت تتواصل مع نقابه السكه حديد عشان تديك رؤيتها في اعاده بناء سكه حديد، اوكي مفهوم. تمشي تتواصل مع نقابه الاطباء عشان تديك رؤيتها في اعاده بناء النظام الصحي، مفهوم. تتواصل مع نقابه المحامين عشان والقضاء عشان يوروك مثلا رؤيتهم في اعاده بناء النظام القضائي، مفهوم. لكن ما تمشي تتواصل مع نقابه المحامين عشان تجي تتدخل في الدستور اللي بيتكتب يا زول، ولا عشان تجي تقعد تنظر لي في نظام الحكم في السودان. ده ما شغلتها، دي ما شغلتها. ونفس الحاجه لجان المقاومه ما اجسام سياسيه. دايرين تبقوا اجسام سياسيه، امشوا اعملوا احزاب سياسيه وتعالوا خشوا لنا. انا حزب لجان مقاومه الحدوث، تعال لي انت كحزب سياسي عندك برنامج بتاعك، نجي عشان يا جماعه نتعلم نلعب سياسه، نمارس السياسه صحيح بادواتها الصحيحه. الجغبسه دي انت ممكن تكسب بيها مرحليا، لقدام هتبقى لك حاجه في رقبتك. وده نفس اللي حصل. شفتوا؟ ما يلا انا عندي برضو تاني، يلا عشان اوريك انه العقل السوداني ده عقل غير مبدع. هيئه النقابات جت عملت الثوره بتاعت 84، بس شيل لك لصق نفس الفكره عملها في 2019. جابوا تجمع المهنيين نفس ما جابوا حاجه جديده. يقول لك ادواتنا مجربه. طيب انت في 84 عملت شنو؟ هاي والله يا اخي احنا شلنا نميري، بعد شلت نميري عملت شنو؟ والله يا اخي جل الانغاز، جل الانقلاب بتاع الكيزان وجاء ثوره الانغاز. ليه؟ لانه انت فشلت. في 64 عملت شنو؟ والله يا اخي شلنا عبوده. بعد ذاك عملت شنو؟ والله جينا ودخلنا في مشاكل مع الحزب الشيوعي بتاع جاني ميري قلبه. ليه؟ وين ادواتكم المجربه في بناء الدوله؟ انت عندك ادوات مجربه في الخراب، في ان انت تطلع وتكورك وتغضب وتمشي تعمل انتفاضات وتحصل صراعات في الطبقه الفوق، ت... 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 ينهار النظام. لحد هنا معاك. لكن ما عندك اي ادوات مجربه لبناء دوله ولخلق خطاب تصالحي والرؤيه بتاعت انه الدوله دي حقتنا كلنا. في نقله في الخطاب السياسي بتاع الاحزاب، وده يعني انا مثلا الفكره بتاعت انه يتكلموا عن حكم فيدرالي، انا بالنسبه لي دي نقله لقدام، لانه يتخلوا عن الفكره القديمه الهبله بتاعت النظام بتاع ويستمنستر. ده نظام لا يصلح للسودان، كانوا مصرين عليه هسه انتقلوا لقدام. انتقلوا للفكره بتاعت انه اصبحوا الان بيتحدثوا عن دوله علمانيه. طبعا الصمود برضه واحده من الحاجات
كتبوا العلمانيه لكن ما كتبوا النص بتاعها. ليه؟ لانه ما عايزين يخشوا في صراع مع الاسلاميين، ما زي ناس تاسيس خطوا عليك صر علمانيه كده بس. ديل جو خطوا عليك يا هو الفهم بتاع العلمانيه بس خطوا لك في النصوص. انا طبعا لانه برضو ده بيوديك في نفس النقاش بتاع علمانيه، ويعني شنو علمانيه وعلمانيه ضد الدين، والناس اللي ما فاهمه وما واعيه للمصطلحات والحاجات اللي زي دي قادر افهم. عشان كده انا لسه ما اتكلمت فيها. ما انا عندي راي واضح، انا رايي انه تقطع عرق وسيح دم يا زول علمانيه بس خدت عليهم كده، خدت عليهم عديل علمانيه. الدوله الحديثه بالتعريف علماني. انت عشان تصحح مفهوم الناس للكلمه انت محتاج اول حاجه تجي تخط عليهم عديل. ده التعريف بتاعه، وامشي اقرا يا جماعه بس. واي زول بيقعد بيفرنب يا زول تجي تحاكمه عديل بالقانون. اي زول يطلع برا في اسمه منه في خطاب عام يقعد يدلس ويكذب يا زول توديه المحكمه بس خليه يثبت كلامه ده، عشان ما يكون في حلص وطلس كتير وبتاع. لكن ما في مشكله، فاهم انا ده تنازل وده خطاب تصالحي، وده اللي انا بدعو له. يعني مثلا رؤيه صمود للدوله العلمانيه وكيف صاغتها في البرنامج بتاعها، دي اسمها رؤيه تصالحيه مع الاخر، ودي انا اللي بدعو له. عشان كده انا بدعو انه انت ما يكون عندك خطاب اقصائي ضد الاخرين، وانه انت ما تضمن ثوره ديسمبر في الكلام. طيب الحاجه الثانيه انه انت عايز تتواصل مع، داير تعمل حشد الجهد الشعبي والسياسي لبناء جبهه مدنيه عريضه. وانا قلت لك الحاجه دي انت لو عايز تعمل حشد شعبي، الحشد الشعبي بيعملوه بالاعلام. اين ادواتك الاعلاميه؟ انت الليله كقحاتي، قحاتي دي اصبحت نبذه زيه زي كوز. انت الليله في النظام السياسي ده انت خسران 100-0، والكيزان قلبوا عليك، قلبوا عليك الطاوله. فبالتالي انا يعني قادر افهم، والكلام ده يعني بننبح فيه لينا 3 سنة يا جماعه. اين الرؤيه الاعلاميه بتاعتكم؟ وين القنوات بتاعتكم؟ كثير من لما راسهم متكسر بيعملوا لهم جروب بتاع واتس يقول لك ده هننسق. معقوله؟ انت داير لك قناتين، انت داير لك ناس مفرغين للعمل الاعلامي، مفرغين لانه يتابعوا الحاجات دي، محتاج لك اسمه منه لجماعات عديل تقعد تشتغل توزع رؤيتك في الواتس، تشغلها في التيك توك، تقطع المقاطع تمشي، انت محتاج عديل تيم فرغوا عديل. اسي الحرب دي خلت لك ناس كتار قاعدين يا زول في مصر، قاعدين في كمبالا، قاعدين في دول العالم دي كلها. انت ممكن تشوف لك 20 نفر وتمشي انت من الناس ال الداعمين ورجال الاعمال، ولا حتى من المنظمات، ولا من حاجة تتطوعوا هنا بمبالغ رسميه رمزيه، تعمل لك غرفه كبيره دي تكون ده شغلها، تكون شغاله بتمشي بتجي بترسم خط اعلامي، بتمشي بعدك تمشي تحاول تجيب دعم من المنظمات، تجيب الدعم من الفاعلين، تعمل هنا تعمل لك قناه او قناتين، تطلع ساتلايت، يكون انت عندك رؤيه بتاعتك انت بتقدمها للناس. لكن ما ممكن انت قاعد تقول لي والله ده شغل داير قروش كتير وانا ما عندي. طيب هقدر تعمل حاجه شعب كيف؟ ما عندها 6 لك سنتين. واكثر حاجه مؤسفه انه الكلام ده بيجي بعد 2 سنين من الحرب. واكثر حاجه كمان مؤسفه انه ما فيه جديد، نفس رؤيه التقدم يا ذاته، نفس الاتفاق الاطاري يا ذاته، بس ضافوا له شويه بتاعت بهارات. الان داير اقوله انا قادر افهم زعل ناس كثيره امس من رؤيتي ل ل لرؤيه صمود، وقادر افهم انه في ناس كثيره ما قادره تستوعب، لانه هي العقليه بتاعتها انه انت يا تكون قطيع يا هو تؤمن بالرؤيه دي وتقول صمود تمثلني يا زول ونحن وما عارف شنو بتاعنا، يا اما انت زول عميل وجاي تخذل وانت مدسوس وجاي تجي تشق الصف وانت كوس، وانت بقيت بتتكبر انت من ذاته عشان تتكلم
في السياسيين بتاعنا. انت منو عشان تجي تتكلم في السياسيين وانت دار تجي تنقد وانت بقيت مفتري وانت شايف روحك احسن من الناس وانت خلاص صدقت روحك عشان بيجوا يحضروا لك عشان بيجي تطلع لك لايفين ثلاثه بقى عندك راي. ما هو ده نفس اللي كان بيحصل في الثوره. بس انت ما دام طلعت رؤيه للعام من حق اي زول يقول رايه فيه. تجي تقرا الكلام لقيت انه في كلام موضوعي ترد عليه، لقيت الرؤيه كلام فارغ ساي زول راسه فاضي خليه امشي، ما تسيء لي خليني. انت ليه دار تستعداني اسي؟ الناس اللي قاعده بتجي وبتهاجم انت هتستفيد شنو لما تستعداني مثلا؟ بتستفيد شنو لما تستعدى عثمان مرغني ولا اي زول عنده رؤيه في صمود؟ بتستفيد شنو انت لما تجي تستعدى ناس لجان المقاومه تطلعهم كيزان، ناس غاضبون؟ بتستفيد شنو؟ ليه؟ ليه انت دار تثبت انه انت الحق المطلق واي زول بيختلف معك يبقى يا اما زول مسروع يا اما زول كوز؟ عشان كده انا بقول لك انه المشكله في العقليه الاقصائيه، انه بس ده الصح المطلق. ما في صح مطلق في الوضع اللي احنا فيه ده، ما في صح مطلق. بالمناسبه بشوف ناس السودان دي صح، ناس تاسيس دي عندهم جزء من الحقيقه وعندهم جزء صح، وناس صمود عندهم جزء من الحقيقه وجزء صح، وناس الشيوعي عندهم جزء من الحقيقه وجزء صح. اي زول فيهم بيعاين للمشهد بطريقته داير يحل المشكله بادواته. وانا ضربت لكم المره اللي فاتت، انت ما ممكن تكون شايل لك مفك ساده وداير تفكفك اي مسمار بيلاقيك في الدنيا. يا ناس صمود العمل السلمي ده مفك ساده بفك المسامير الساده. المسمار لما يجي نجمه انت محتاج مسمار مفك نجمه، ولما يجيك المسمار العادي ده محتاج لشاكوش. بس عشان تكون فاهم السياسه دي ما طريقه واحده. ده الكلام انا داير اقوله لك. لما يجي زول يطرحوا ما تعتبروا انه لا لا وعزام قال لي لا تعملوها كده، انا ما قلت لك اللي تعملوها كده. انا بوريك رؤيتي انا في المشهد، فكر فيها وامشي. انت اخترت تكون مفك سعده، اعرف انه انت هتفك بس المسامير السعده، المسامير الثانيه ما هتقدر عليها. بس عشان كده لما اقول لك انه المشهد السياسي هيتخطاك، شفت كلام علي عبد الله صالح، فاتكم القطار، فاتكم القطار. المسامير السادة دي انت ربطتها كلها، ها باقي مسامير نجمه ومسامير دايره شواكيش. اها عندك شاكوش ونجمه، ما عندك خلاص يا فرد اقعد لي بالجنب بتاع وظيفتك انتهت. والمشهد ده ماشي لخيارين او ثلاثه خيارات ممكن. الخيار اللي انا بشوفه اكثر اكثر موضوعيه، انه يحصل حاجه قريبه لليبيا، انه بيحصل انقسام، هتتكون حكومه هنا، هتتكون حكومه هنا، الامور هتستقر. وبالذات لو نجحت حكومه تاسيس في انها تعمل ولو حتى وضع شائع زي بتاع السودان، الزول اللي قاعد في مناطق تاسيس هيقدر يعيش. وهو في النهايه زول داير شنو؟ داير ياكل وداير يشرب اموره ظابطه. والزول اللي قاعد بهناك هيكون ماكل وشارب وبيجاي ما عارف مره مسيره هنا، مره ما عارف شنو، مره معركه هناك ومره بتاع هنا ومناوشات، بيجي ضغط بيجاي بيجي بهناك، عادي ممكن تجور معك 10 20 30 سنه وما معروف بعد ذاك تمشي لشنو. ممكن الحاله دي تؤدي في النهايه لانفصال فعلي عديل، البلد تنشق وتنفصل. انا انفصال في وقت الراهي ما شايفه، لكن ده ممكن يجي بعد 10 15 20 سنه لقدام، بحيث انه يحصل انفصال عديل. لانه اسي شايف بدات تظهر حاجات، الفكره بتاعت انه ما عارف البيان بتاع اربجي وما عارف انه انت ما تاجر لزولي للناس اللي حيكونوا دايرينه، وده طبعا هيكون فيه. انت بعد شويه لو الاجراءات زي دي استمرت انت تجبر ناس اثنيات محدده انه ما هيكون عندها وجود في الدوله بتاعت بور السودان، هتضطر تمشي الدوله بتاعت التاسيس. بالتالي انت ممكن تعمل انقسام عرقي عديل، والانقسام العرقي ده بعد ذاك هيؤدي ليك يا اما صراع
بالدم للركب، يا انفصال. الخيار الثاني خيار بتاع عمليه سياسيه بضغوطات من الخارج. العمليه السياسيه لبناء دوله او لايقاف الحرب بالضروره حيصطحب اراء حمله السلاح اولا. كيف؟ لما الحرب دي بدت، الدعم السريع ما كان عنده حاضنه سياسيه. يعني الدعم السريع ده كان بيقول لك انا داير انتقال مدني ديمقراطي، وانا داير انمي في الجيش، وانا ما عنده رؤيه سياسيه. شويه شويه بدا يعمل رؤيه سياسيه، شويه شويه الدعم السريع بقى عنده كتله سياسيه. فبالتالي الدعم السريع لما يمشي للجيش، والجيش نفس الحاجه في الاول كان نصكم كده، لكن بعد شويه الجيش ده ذاته عمل كتله سياسيه، جاب الكتله الديمقراطيه وجاب الحركات والسمار عارف شنو، بقى عنده كتلته السياسيه هنا. فاذا تكونت الحكومتين، الحكومه دي والحكومه دي، لما يمشوا في عمليه سياسيه زي مثلا بتاعت ليبيا، هيمشوا كحكومتين. هيجيك البرهان معه الحكومه المدنيه بتاعته، ده وزير الصحه، ما عارف ده وزير الخارجيه، ده ما عارف شنو، ده رئيس الوزراء. هيجيك بهناك برضه حميتي معه، ده رئيس الوزراء، ده وزير الخارجيه، ده ما عارف ده وزير العدل، قاعدين معه. انت كسمود هتجي كمراقب بس هتقول شنو مثلا؟ لا لا والله انا داير اكون حكومه بشنو يعني؟ عندك شنو؟ ما هي ادواتك اللي بتخليك انت تكون حكومه؟ والجيش والدعم السريع عندهم حكومات. حتى لما يجوا يتقاسموا المناصب هيدوك شنو يعني؟ والله لو ادوك 5% كله ما قصروا معك. ومن هسه انا بقول لك ما بيدوك اي حاجه. هيتقاسموا معهم كيكتين. انا هو كيكه واحد يعني جو بس السودان دي حكومه كامله كيكه حبه. خليك لما نمشي نتقاسم كيكه مع مع حميتي هناك، وحميتي ذاته كيكه كامله شويه عليه، خليك لما نمشي نشيل نص بنص كيكه. انت اصلا تكون برا العمليه السياسيه. لانه اسي، والكلام ده انا برضه قلت لك، انت لما تمشي تخاطب الخارج، ما انت في النهايه اسي املك كله بقى في عمليه سياسيه بضغط خارجي، ضغط اممي، ضغط اقليمي. السيسي يقعد مع بن زايد، معه بن سلمان، يقعدوا يحلوها. حلول داخليه بقت ما في، بقت بعد ده حلول الخارج. حلول الخارج دي انت محتاج تفكر بالعقليه بتاعت الخارج. ما السيسي عنده مصالح، بن زايد عنده مصالح، بن سلمان عنده مصالح، امريكا عندها رؤيه عامه للمشهد. اوكي، طيب الناس دي ما بيعينوا للمشهد زيك. طبعا دي برضه واحده من الحاجات لما يجي يقول لك والله الناس دي ما دايرين الكيزان، والعالم كله ضد الكيزان، وما دايرين اسلام سياسي. طبعا ده طلس، ما حقيقه الكلام ده يا جماعه. العالم ما عنده مشكله مع الكيزان اذا ما بيعملوا لهم مشاكل، اذا ما بيعملوا لهم مشاكل. اسي عندنا المصريين اللي حاربوا الكيزان في دولتهم، السيسي الكتل الكيزان في رابعه والعدويه وفي ميدان النهضه، عارف البرهان متحالف مع الكيزان، وبيدعم في البرهان، وبيدعم في الكيزان في بورت السودان، ما عنده اي مشكله. بن سلمان اللي نهارته دي شفتها يعني اكثر حاجه بكرهها في الدنيا الكيزان، متحالف معاهم في بورت، وعارف انه في كيزان ومتحالف معاهم، ما عنده معاه مشكله. فبرضه ما تسقط رغباتك في قراءتك للمشهد. المجتمع الدولي، المجتمع الأوروبي، المجتمع الإقليمي سيقبل بوجود الإسلاميين وسيتعاطى مع الإسلاميين، لأنه يعلم إنه الإسلاميين دي الكرفنرمو يستطيع زي الأسد. الأسد ده ما بال المجتمع الدولي ده حاول يديه فرصة وبتاع جقل، لا ده مسقطه. فأنت محتاج تفهم عقلية الخارج اللي هيدير العملية السياسية. الخارج ده في النهاية عشان يوقف الحرب هيكون محتاج يضغط على حملة السلاح. انت ما مهم، انت ما حامل للسلاح، انت غير مؤثر. بياناتك دي افرت تبلها وتشرب مويتها. انت والشيوعي سيم سيم، انت والشيوعي سيم سيم. الحاجه اللي زعلتوا منها بوجيجي ساي، يعني ناس بتاعين كلام ساي، ما عندكم حاجه. انا لو كنت وسيط لانهاء الحرب في السودان بجيب حميتي، بجيب البرهان.
اللي بيردوا عليه الاثنين بيمشي. قسم الكيكه دي ذاتها بقسموها الاثنين ديل، حميتي بكتلته العسكريه والبرهان بكتلته العسكريه. اصلا الكتله العسكريه اتقسمت، بقى في جزء هنا وجزء هنا. الوحيد اللي بقى باقي برا عبد الواحد، عبد الواحد قاعد في الجبل، واصلا عبد الواحد ما عنده قدره على انه يعمل اي حاجه. قدرته العسكريه ما بالقدر اللي هو ممكن يخلق لك عدم توازن في المشهد. فبالتالي انا هجيب بورسودان، اجيب حميتي، اجيب البرهان، اقعده. حميتي هيقول لنا والله يا اخي انا معي ناس تاسيس وانا رؤيتي بناء على رؤيه تاسيس جدا. برهان والله يا اخي انا معاي حكومه وعندي كامل ادريس وعندي ناسي وعندي الكيزان وعندي ما اعرف شنو بتاع، تعال اقعدوا. اتفقوا، اتفقوا على الحكومه الانتقاليه، اتفقوا على تقسيم السلطه والثروه. قدام جاني خالد سيلك ولا جاني حمدوك وانا وما عارف شنو الشرعيه بتاعك، لا معلم الشرعيه بتاع ساكم. عندك شنو انت؟ هل تستطيع انه تحدد الاستقرار اللي هيفرضه حميدتي والبرهان؟ لا. يبقى خلاص. طبعا الكلام ده برضو بيذكرني زمان في 2019 برضو، لما كنت بتكلم والناس زعلت وناس الكلب هاوس بيتذكروا، قلت لهم شوفوا الثوره دي لولا حميدتي البرهان ده كان هيبقى سيسي بالمناسبه. طبعا الناس زعلت وانت وما اعرف شنو بتاع، دي الحقيقه. لانه الخارج ده داير استقرار، ومصر في الوقت ده كانت دعم البرهان ده ابانس لحام. كان المشكله الاساسيه وجود قوتين عسكريتين في وقت واحد. لو خلوا العساكر هيحكموا كان هتقوم الحرب، هم ما كانوا دايرين الحرب. كانوا بيروا انه القوه السياسيه دي ممكن تكون زي الورقه القاعده بين القزاز تحميه وتخرج. عشان كده تم دعم القوى السياسيه. والكلام ده انا قلته المره اللي فاتت في التجربه السوريه، لما القوى السياسيه فشلت في انها واظهرت ضعفها على مدى سنين، في النهايه المجتمع الدولي رمى طوبتها ومشى دعم احمد الشرع، ومشى دعم احمد الشرع. انت محتاج تفهم المشهد. في النهايه المجتمع الدولي لا بيهمه دوله مدنيه، لا بيهمه حكم مدني، لا بيهمه ديمقراطيه، ولا بيهمه جن احمر، بيهمه استقرار. استقرار ده لو بيجيبوا الشيطان الرجيم بيسلموا الدوله. ولو كان عبد الفتاح البرهان بيجيب استقرار زي في مصر، السيسي جاب استقرار سلموا مصر. ولو كان عبد الفتاح البرهان كارب قاشو كان بالمناسبه حكم. يلا، رجوع الكيزان في السلطه خطر على منو؟ خطر عليك انت، ما خطر على المجتمع الدولي. الكيزان ديل بالمناسبه في بعد انفصال الجنوب خطرهم قل على المجتمع الدولي. هسه شوف ايران دي، نرجع لموضوع ايران. شوف ايران دي، ايران دي بالرغم من اي حاجه بتعملها، شوف بتدخلها ما اعرف في حزب الله وتدخلها في العراق وتدخلها في اليمن، بعد ده بيقول لك يا اخي احنا دايرين نصل معامله تسويه وما داير نغير النظام، خليك قاعد. بالمناسبه شوف هباله الكيزان وعوارتهم وجرجرتهم دي على مستوى من المستويات مفيده لبعض الدول. في ناس ما دايرين انك تستقر اصلا، دايرين يجوا الكيزان ديل عشان يواصلوا هبالتهم اللي بيعملوا فيها امريكا تحج جزمتي ويخشوا بحاجه ويمشوا يطبزوا هنا ويخشوا هنا ويهددوا هنا ويطلعوا كده عشان يستخدموهم ذاته ك ك ك ك ك اسمه كسبب عشان يتدخلوا بجاي، عشان يجوا يعملوا بجاي، عشان يجوا يخشوا بجاي. بالمناسبه شوف انت ما تفهم انه الناس دي دايما بتمشي للحلول، الناس دي ما بتفكر زيك. ان احنا دايما دايرين الحل يكون حل ناجع وكامل وبيرفكت ممتاز، يعني ده الحل المفروض يتعمل، المفروض يكون الحل ده هو الحل الصحيح. ما كل الناس كده بالمناسبه. يعني مثلا انا قلت لك، يعني انا بالنسبه لي ليه امريكا ما دار تسقط نظام الملالي في ايران؟ لانها مستفيده منه، بالرغم من انه هي متضرره منه على مستوى اخر. لكن لما تيجي تعمل الصملم، انا افضل لي نظام الملالي يكون موجود مما انه انا اشيله بس، ببساطه. الاسلاميين ديل برضو عشان تفهم، عشان برضو تفهم البراغماتيه بتاعت الامريكا او بتاعت المفكر السياسي في السياسه العالميه. امريكا دي حاربت طالبان 20 سنه،
صرفت مليارات الدولارات، وده رساله في بريد الصمود والسياسيين اللي بيقعدوا يشبكوك والمدنيه والعالم داير المدنيه والعالم داير الانتقال الديمقراطي. دي تجربه انا عشتها. جو بلوا ليك يا زول طالبان دي وطلعوها الجبال، جابوا حكومه ناس كرزاي يا زول، ناس كده عايشين في الغريب وبتاع، جو زول لبسوهم بدل وكرافتات، ادوهم مليارات الدولارات عشان يعمروا البلد، وعملوا لهم وبنوا لهم جيش من جديد وعملوا لهم شرطه. مشوا عدوها شكل وفساد وجغبسه. في النهايه بعد 20 سنه امريكا عملت شنو؟ شالت المفتاح، نادوا طالبان. طالبان احنا دايرين منك واحد اثنين ثلاثه بتعمليه. قالت له جدا اتفضل يا طالبان، ده المفتاح بتاع افغانستان، امشي بلي ناس كرزاي ومشوا بلوا لك الجماعه دي كلهم استلموا الدوله. جو طالبان بعد 20 سنه استلموها. للزول بيقول لي لا لا والعالم ما دار الاسلاميين والاسلاميين خط احمر. في اكعب من طالبان بشروط سلمونا الدوله، اتفضل ده المفتاح، استلم اتفضل افغانستان. هل تفتكر الليله علي كرتي ده لو جابوه قال لي علي كرتي تقدر تحكم السودان ده؟ قول لهم اي، احنا دايرين منك واحد اثنين ثلاثه اربعه. عادي بيقول لهم قدام قدام اتفضل ده مفتاح السودان استلم، بيدوا فأوهامك واعتمادك الكلي على رغباتك انت، والفكره بتاعت انه لا لا والكيزان ديل ما اعرف شنو ما بتاع وهناي، ما صحيح. وبرضه الفكره بتاعت انه نحن وجود قوه سياسيه ما ضروري. انت شويه الصراع ده حيصل مرحله صفريه. عشان تحل انت محتاج لطرفين، الطرف الثالث انت محتاج له بيعقد لك المشهد السياسي، بيطلعوا برا المشهد. لانه برضه ناس كثير قالوا لا لو نحن صمود دي ما ننتقد، لانه نحن محتاجين لموقفهم ده، لانه موقفهم ده ممكن يعني يساعد في عمليه ايقاف الحرب. بالمناسبه موقف صمود اسي بعد تطاول الحرب، موقف صمود وتقدم في البدايه كان موقف استراتيجيا ممتاز. ليه؟ لانه فرص ايقاف اي صراع في الاول كبيره. والكلام ده برضه ناس الكلب هاوس بيكونوا سمعوني بعد فشل جده 2. انا واحد من الناس كنت برا انه موقف التقدم ده ما منه فايده، ما منه فايده، لانه كان ظاهر انه في طرف واحد ما دار يوقف الحرب. فبالتالي انت لما نجو في شهر واحد 2023 تقريبا، شهر واحد، ايوه 23، اللي هو كان لما جو وقعوا الاتفاق مع حميتي، انا واحد من الناس كان راي قدام مع حميتي. مش الجيش نطه، ما الجيش ده اصلا قال لهم بجي، مشوا جا حميتي وقع. حميتي قال لهم دايرين شنو اي حاجه وقع عليهم، عملوا اتفاق اديس ابابا. جا الجيش نطه، انت مش عندك اتفاق مع حميتي يا زول تطوروا وتعملوا اتفاق سياسي زي بتاع التاسيس ده وقدام، وتخط الجيش في الكورن. لا 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 لا، ونحن وما عارف شنو بتاع هناك، ونحن ما دايرين نشيل التكلفه السياسيه لجرائم الدعم السريع. ده حرب يا زول، ده حرب. ما في زول قال لك شيل التكلفه السياسيه. ادين انتهاكات الدعم السريع، بعدين لما تيجي تعمل الدوله اعمل العداله الانتقاليه، واي فرد يثبت عليه ارتكاب جريمه يتحاكم. بس ده موقفك منك كده وقدام يا زول. وزي ما انا قلت دائما انه هم عايزين يجوا نضاف، واحد لابس بدله وكرافته ورابط له لابس له هدوم جميله وداري يجي يحكم، بينما حميتي والبرهان قاعدين هناك في الطين بيشاكلوا. ما بسلمك ليه يا زول؟ فانا ما برى انه وجود قوه في النص مهم في مرحله سياسيه زي دي، غير مهم. اصبح بيعقد المشهد اكثر مما انه بيحل المشهد. انت اسي محتاج لاكبر كتله مؤمنه بالانتقال الديمقراطي بغض النظر عن الادوات. ايوه كان شهر واحد 24 سنه 24، لانه الحرب قامت 23. أيوة. الحرب قامت شهر 4 23، كانت في شهر واحد عام 4. الحرب قامت 15 4 23، والاتفاق كان في شهر واحد
2024. بغض النظر عن ادوات، حامل سلاح، حامل جناح احمر، بتاع تعمل كومك، تجي بعد ذاك تبني الدوله. ومن هسه بقول لك، حتى لو انت انتصرت في الحرب، حتى لو انت قدرت تصل لتسويه، ما هو في النهايه في زول كده ما بيجي الا بالصوت. اللي هو الفكره بتاع شنو الكلام ده انا قلته امس، انه انت مثلا تحولك كتله حامله للسلاح لا يعني انه انت تنتصر، لكن يعني انه انت لما تيجي تقعد في الترابيزه بتقعد بشروط، بيكون عندك شرط افضل في التفاوض، يكون عندك رؤيه افضل، بس ببساطه يعني. دي الحاجه اللي انا داير اوصلها للناس، وداير الناس تفكر فيها بالراحه. فكروا في التعقيدات وفكروا في المشهد. المشهد ده اختلف من 2019، فبالتالي عقليه 2019 لا تنفع الان. فبالتالي انت لما داير تجي تعيد ثوره 2019، انت داير ترجع الزمن لورا، الزمن تخطى الثوره. وخطاب الثوره في حد ذاته خطاب تمييزي، انا ما بسميه اقصائي لكن تمييزي، لانه بيدي فضلا على فضل، اللي هو الفكره بتاع شنو. بعد المسلمين لما مشوا المدينه، ده ما عارف من المهاجرين، وده ما عارف من البدريين، وده ما عارف من ناس احد، وبقى في تمييز، وذاك ما عارف ناس بعد الفتح، بقى في تمييز، وامشوا اقروا التاريخ الاسلامي، ده عمل مشاكل حتى بين صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى بين الصحابه عمل اشكال. انا رؤيتي انه نتجاوز الحته دي، نتجاوزها لفهم اكبر، فهم بناء الدوله، وانه نجي نجمع اكبر عدد ممكن من الناس، واكبر عدد ممكن من السودانيين. وانا فاهم انه ما حتقدر تجمع كل السودانيين، اكبر عدد ممكن من السودانيين بفتح خطاب تصالحي يجيب الناس دي كلها، اهداف الثوره ومتطلباتها تضمنها في الرؤيه بتاعتك في بناء الدوله. ما تيجي تحط عليك كده دوله، ما يكون عندك خطاب صفري ضد اي زول، حتى لو كانوا كعبين، حتى لو كانوا حاملين للسلاح، حتى لو كانوا مجرمين، في النهايه سودانيين. زول ما بتقدر تبله يا زول، هي تفتح خطوط التواصل معه. يا اخي الليله ترامب ده قادر يبل الايرانيين دول وبعد ده كله فاتح خطوط التواصل، لانه هو يفهم انه حرب شامله بتضره ذاته قبل ما تضر ايران. هو فاهم. خليك من انت اللي ما عندك اي حاجه، وبعد ده كله ده تيجي تتنطع، وبعد ذاك بتزعل تقول لا وما عارف شنو وانت كوز وما عارف، اي زول بيقول احمل السلاح كوز. منو قال لك يا زول بيقول تحمل السلاح كوز يا زول؟ عبد العزيز حلو ده كوز ما حامل السلاح؟ عسي تقول عبد الواحد كوز ما حامل السلاح؟ ليه؟ وتاني انا بقول لك، انا لا افضل حمل السلاح، ولا افضل الحكم العسكري، ولا افضل انه يكون في سلاح في السياسه اصلا، لكن لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده سياسه في مكه اختلفت من سياسه المدينه، ولما مشى قعد في مكه قعد 13 سنه ما امنوا به الا ناس من اعداد محدوده، اقل من 20 نفر، 13 سنه بيدعوا. بعدك ربنا اذن له بحمل السلاح. طيب، النقطه اللي داير اتكلم فيها الحاجه الثانيه برضو، البوستر انا قبل طلعته. شوفوا يا جماعه، برضو واحده من العقل الرغائبي، الفكره بتاعت شنو، آه يعني نتوكل على الله، وانه الحق دائما ينتصر. بالمناسبه الحق لا ينتصر دائما، بس عشان انت تكون عارف. وانت حتى ولو كنت على حق عادي بتتبلى. يعني اديك، خليك من المره اللي فاتت انا ضربت لك مثل باحد. هل انت بتفتكر خالد بن الوليد كان على حق؟ يعني ما بلوا المسلمين يعني. التعايشي والجيش الانجليزي، ناس كرر ديل كانوا اشجعوا خلق الله. انت قال لك البلام شنو؟ ما مدفوعهم كان كبير يا زول. طبعا يجيك واحد يقول لك لا، لو انت لو تقي وانت لو انت اصلا بتعرف روح انت من وين عرفت انه انت تقي وانه انت اقرب الى الله وانك انت الصح؟ دي تهيؤاتك انت، دي تهيؤاتك انت. فبالتالي انت عايز تنتصر يا زول حق الايمانيه، هناك تخط لي بالجنب، تجهز سلاحك وتجهز عتادك، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. اول حاجه بعد ما تجهز حاجاتك، بعد ذاك تمشي تتكل على ربنا وتمشي. ما ممكن انت قاعد معدلك كلها كوره وقاعد تحت الشجر وكشاتين وتجي
تنجح، ما بتنجح يا زول. تقول انا ماشي اتوكل على ربنا وان شاء الله ربنا بينجحني انا زول كويس. يا زول انت عبير ولا شنو؟ التفكير ده تفكير ساذج، تفكير ما موضوعي، ما هيوديك لقدام، هيخليك زول فاشل، وهيخليك بالعقليه السودانيه دي والله يعني احنا قاصديننا عشان ما نستفيد من مواردنا والمؤامره العالميه. انت بيحميك تتآمر شنو يا زول؟ انت مالك صغير؟ انت تتآمر، انت تمشي تخش في تحالفات استراتيجيه، تخش في تحالفات مرحليه، تمشي يا زول المصريين ديل زي ما قاعدين يتجرجر عليك تمشي تتجرجر عليهم وتمشي تخش جوا تنخر في النظام بتاعهم وتستفيد منهم وتفرقهم زي ما قاعد يفرقوك يا زول. فالافكار الطيباويه دي انه الدنيا دي يا زول ما امك بتشاكل الصباح وبتجي بالليل بتناديك في العشاء. الدنيا دي قاعد اقول لكم دائما بتخليك تموت. والله العظيم انت لو كنت مكمل الايمان كله تجي يا زول تخش مع زول كافر عنده اف 35 وما عارف عنده طيارات ما عارف بي 12 وعنده حامله بارجات وانت شايل لك سيف، والله العظيم شفتها كان بقيت الرسول ذاته بتتبلى. المعجزات انتهت. انت لازم تفكر بموضوعيه وبعقلانيه. في الحرب دي ذاته انت عندك اطار فيه اشكال متطلب منك تقدم تنازلات، تنازلات على مستوى الخطاب، تنازلات على مستوى الفكر، تنازلات على مستوى التقدم، ومحتاج انه اول حاجه توسع صدرك لرؤيه الاخر. انت جزول قال لك يا اخي انا عندي معك مشكله في واحد، يعني انا اول ما بديت كلامي قلت لك انا متفق معك من 70 ل 80%. دي مشاكلي معك واحد اثنين يعني كانت كلها كم 5 نقاط، 5 نقاط بس. نسيت المتفقين فيه كله وبس مشيت ركزت في الكلام اللي انا قلته المختلف معك فيه، وعندي فيه وجهه نظر اسمعها. ما تتفق معي يا زول، ما انا ما قلت لك اتفق معي اصلا، قلت لك بس اديني المساحه انه انا اقول كلامي بس ببساطه. يعني دي الرساله اللي انا كنت داير اقدمها للناس. الفكره بتاعت امشي وجيب رؤيتك وما عارف انت رؤيتك شنو، ما تخلينا زي ما قلت لك في الاول. الرؤيه دي تقدمها كتل، والكتل كبيره ممكن من افراد وكتل صغيره، لانه دي واحده من اشكالياتنا في العمليه السياسيه، اغراق العمليه السياسيه. لو اي زول جاب عنده رؤيه واي 3 انفار عملوا حزب عملوا رؤيه، الرؤى دي هتتطاغش وهو دي مشكلتنا اصلا. بالتالي احنا نقوم الرؤى اللي بتجي من الكتل الكبيره بس ببساطه. آم طيب، بس انا لحد هنا اتخيل لي يعني هاجيف. انا ما اقدر اشبه يا احمد، ما اقدر شوف، انا ما اقدر انا بقول انه العقليه وحدي، العقليه بتاعت يعني انا الكلام ده قلته هم بيزعلوا. الناس بتاع المدنيين بالمناسبه، يعني انا ما بقول دائما اي زول في اي زول يتربى وعاش في السودان في ال 30 سنه اللي فاتت دي داخله كوس كبر ام صغر، ممكن يكون 1%، ممكن يكون 100%. والكوس عقل، وطريقه التفكير بتاعت الاقصاء والتشويه دي عقليه كيزانيه بس. والفكره بتاعت انه انت تطلع عشان تنتصر لذاتك مثلا في لا تنتصر لذاتك في، يا هذه العقليه اللي احنا مضيعانا. لانه والكلام ده انا قلته برضه الناس، وانا اتكلمت في شريف وانا قلت لك قول اي زول، خالد شريف الحمدابي، اي زول طلع في لايف في تلفزيون وجيت اتناقشت معه وبلاني ومسح بيه الواطه، ولا جاب احمد هارون مسح بيه الواطه دي وطلع زول ما فاهم اي حاجه، هيستفيد شنو؟ احمد هارون هيجي يرجع يمشي يمسك كلاشه كده بيقول لك الراجل تعال تعمل لي شنو؟ ما هي دي المشكله هنا. علمك ده بله اشرب موته. انت صح يا زول، انا عندي سلاح تعال شيله، هتعمل لي شنو؟ لا لا والله وانا مدني وانا ما بشيل سلاح، خلاص يا زول ما بشيل. ده اللي انا داير اقوله. وداير الناس ما في قوات اماميه، والله العظيم شفتوا اقعدوا شفتوا تموتوا كما الاغبياء تنقرضوا كلكم، ما في قوات اماميه يا زول. لا في زول هيدفع عليك هسه، شوف حرب ايران دي ما في زول بيجي تجيب سيرتك ذاته. لا في زول هيدفع لك مليارات الدولارات. في ناس ما اسي الله يسالك اسي ده قول جابوا قوات امميه بلوا الجيش وبلوا الدعم السريع، هتبني حكومه بشنو؟
هل انت بتقدر تلم تاسيس على صمود، على الكيزان، على الكتله الديمقراطيه؟ اقول لك حاجه، قول جابوا قوات امميه وجا قالوا يا دول كيزان ما معانا، وشالوا احمد هارون وناس الجنائيه ديل ودوهم الجنائيه، وشالوا ناس كرتي ديل وجا عملوا محاكمه وحاكموا اي زول اشعلوا الحرب، وقال لهم يا جماعه اتفضلوا، ده السودان في مفتاح، اتفضلوا انتوا يا مدنيين، وجا شالوا الجيش ده فرتقوا لك وبنوا لك جيش جديد، جيش وطني مهني كويس، وسلموا لك انت كمدني، قال لك اتفضل يا صمود وتاسيس والكتله الديمقراطيه، اتفضلوا احكموا السودان ده. هل تفتكر ديل هيقدروا يحكموا السودان؟ بس جاوب عليه بالراحه عشان تكون زول موضوعي، تكون زول منطقي. مشكله في العضو، مشكله في العضو، بكده ما هنقدر نمشي لقدام، بس ببساطه يعني. يلا يا جماعه لحد هنا بقول لكم شكرا، نتلاقى بكره طبعا. الحلقه بتاعت احمد تقد تتلقي، ما هيكون في حلقه بكره، بكره هيكون في تحليل سياسي برضو، اعلان للناس، ناس المسابقه، ناس كثيره تواصلت معي وقالت لي المسابقه وما المسابقه، ان احنا الان خلاص بدينا في الفيديوهات، وهنعمل لجنه هنفرز الفيديو. غالبا المسابقه الناس هتجي تعرض مشاركاتها، هتكون غالبا هتكون في التيك توك، او هنجي نعملها هنا في الفيسبوك في لايفات، انه الناس تيجي تطلع نعرض الفيديوهات بتاعت الناس، وذاته نشرك الناس معانا في اختيار الناس عشان ما تكون حاجه تحت وفيها ظلم للناس. المشاركات تتعرض للناس، الناس تشوفها، بعد ذاك الناس تحكم، ويكون في لجنه تقيم انه ده افضل من ده وده احسن من ده، عشان بعد ذاك يكون في شفافيه، لانه بصراحه المشاركات كانت كبيره وكده. برضو حاجه تانية، في ناس كتار قالوا يا اخي انت قلت في واحد من اللايفات بتاعتك انه التفاصيل بتفرق، وفي ناس كثيره ما عندها امكانيات قامت ما قدمت، على العكس تماما. انا مع انه المفروض امس كان يكون اخر يوم، لكن ما في مشكله، اي زول داير يشارك وشايف انه هو عنده موهبه، ان شاء الله لو كاميرا ريبكا باي حاجه صور على قدر بس انت اجتهد، قد احسن حاجه بتقدر تعملها صورها، الجوده بتاعت التصوير والزوايا ومعرفه العنايه اسمه شنو والموسيقى والمونتاج ما مهم، ان احنا عايزين موهبه، احنا ما عايزين فيديو احترافي، ما احنا فاهمين انه الفيديو احترافي معناته انت زول، يا اما زول تعرف الشغل ده، يا اما تجيب زول تدفع له قروش يعملوا ليك، واحنا عارفين الوضع بتاع الناس، احنا عايزين موهبه، عايزين ورينا موهبتك او ورينا موهبتك بس. فعشان كده اسي الناس تواصل وترسل لنا، ما عندي مشكله، رسلوا لي في الفيس ورسلوا لي في التيك توك، اي زول شاف انه لا لانه هو خايف انه ما يمشي لقدام او ما يفوز لانه ما عنده امكانيات انه يعمل حاجه احترافيه، ما بالضروره حاجه احترافيه بس. وهنرجع للناس وهنكلمهم في موضوع المسابقه دي، وهنعمل اعلان كما العاده يعني، بس الناس تصبروا علينا لانه المشاركات كثيره، محتاجين نفرزها ونرتبها ونقسمها ونعملها في 3 ولا 4 يوم كده، التصفيات كلها، وبعد ذاك نشوف الناس اللي بتمشي المرحله الختاميه، وبعد ذاك نشوف الناس اللي هيفوز، لانه لازم يكون في شفافيه قدام الناس كلها، ما تكون حاجه تحت نجي نقول فلان داك فاز وعلتكان داك فاز ويكون فيها اقصاء للناس، احنا بندعو للشفافيه فلازم نمارسها احنا برضو يعني. فشكرا لكم ونتلاقى بكره ان شاء الله. يلا يا جماعه مع السلامه.